بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صباح الفل على عيونكم، صباح الخير، صباح الورد يا بنات، يا رب تكونوا بخير يا رب. النهاردة كده نعمل وصفة جميلة مع بعض، طبعا كل الكبار والصغيرين بيحبوها جدا. هي طبعا البطاطس، هنعمل وصفة كده جميلة مع بعض. هي كده يعتبر هتدينا شكل البانيه في الآخر، بس عايزة أقول لكم إن طعمها جميل جدا وحلوة جدًا يا بنات، وصفة سهلة وبسيطة. هنا كده معايا المقادير ده كريسبي. عندي هنا كده 4 حبّايات بطاطس كبار بالحجم ده كده، هنا كوباية مَيّة، فنجان دقيق، مقلعتين نشا كبار. طبعًا في المقادير دي يا بنات مقلعة بيكنج باودر بس أنا نسيت أحطها، هنحطها دلوقتي مع بعض. ده هنا كده البهارات، بصل باودر، توم باودر، بابريكا، شطة، 7 بهارات، طبعًا ملح وفلفل هنحطهم برضه. هنبدأ كده أول حاجة مع بعض نخرّط البطاطس، هاسلق البطاطس بمَيّة وملح. طبعًا هاقطّع البطاطس بالحجم ده كده يا بنات زي ما أنتم شايفينه، يعني لا هي تخينة أوي ولا هي رفيّعة أوي، بحيث إنها تبقى متماسكة معايا بالشكل ده كده، ده حجمها اللي أنا خرّطته بيها. هابدأ كده أحُط مقلعة ملح على البطاطس وارفعها على النار، تاخد سوية كده ييجي 10 دقايق، تاخد معايا غلوتين، هابدأ أطفّي عليها على طول. يالّا يا بنات يا ريت تشتركوا في القناة وتفعّلوا زر الجرس وتضغطوا على كلمة الكل، عشان كل ما أنزّل فيديو ييجيلكوا إشعار بيه بإذن الله. كده أنا هاسيبها بقى تاخد غلوة مع بعض على البوتاجاز. هابدأ هنا كده بقى أجيب بولة أو طبق كبير عندي عشان أعمل فيه إيه، بديل اللبن والبيض بتاع البانيه. هنعمل البانيه الاقتصادي ده يا بنات، سهل جدًا وكل مكوناته موجودة عندِك في البيت. كده أنا هانزل بفنجان الدقيق، معلقتين نشا كبار. كده أنا جبت مقلعة البيكنج باودر، أنا ما كنتش حاططها مع المقادير يا بنات. هابدأ كده أقلب المكونات الجافة دي كلها كده مع بعض بالشكل ده كده. يالّا يا ريت تعملوا لي لايك يا بنات وتشجعوني. وحبايبي الجداد نورتوني وشرفتوني، ويا ريت القناة تكبر بيكم كده يا رب. ويا ريت تقولوا رأيكم في التعليقات وما تحرمش منكم أبدا من تعليقاتكم الجميلة دي. نرجع بقى كده لوصفتنا. كده أنا حطيت البهارات، هابدأ أقلبها كده خالص. طبعًا أنا حطيت برضه مقلعة الملح والفلفل معاهم يا بنات. هابدأ أنزل بقى بكوباية المَيّة. طبعًا في الحالة دي كده هاجيب هنا المضرب علشان إيه، أقلب الخليط مع بعض، ما يبقاش في أي تكتلات مني ويبقى حلو. هالفها كده مع بعض يا بنات خالص بالمضرب وهاوريكم شكلها دلوقتي. ده طبعًا بديل اقتصادي يا بنات وسهل جدًا. لازم الخليط ده يا بنات أعمله يكون قوامه حلو وما يكونش تخين أوي ولا خفيف أوي، بحيث إن الطبقة دي تمسك على البطاطس معايا بالشكل ده كده. هنا بقى هاجيب الكريسبي ده يا بنات أنا كنت شارياه كان خشن أوي من عند العطار. طبعًا أنا طحنته شوية، طبعًا حاجة خفيفة كده مش هاطحنه أنعّمه أوي برضه. حطيت عليه مقلعة بابريكا ومقلعة فلفل ومقلعة ملح بالشكل ده كده، وهابدأ أقلبه. هنا كده البطاطس استوت معايا يا بنات، شوفوا ماسكة نفسها، طبعًا ما سبتهاش تتهرى مني، طبعًا مسوياها 3/4 سوا بس بالشكل ده كده. طبعًا أمّا طلعتها من المَيّة السخنة نزلت عليها بكوباية مَيّة ساقعة عشان أوقّف إيه، حركة بقية السوية بتاعها. هابقى أبدأ أنزل كده بالشوكة في الخليط بتاعي، كده بالشكل ده. شايفين الطبقة يا بنات ماسكة على البطاطس إزاي؟ هابدأ أنزل بقى كده على الكريسبي، وأبدأ بقى أضغط بإيدي كده عليه خالص عشان الطبقة دي تمسك على البطاطس وتغلفيها خالص زي ما بتعملي البانيه بالضبط. هابدأ أضغط عليها كده بالشكل ده. عايزة أقول لكم إنها وصفة سهلة وجميلة جدًا يا بنات، وعجبتني جدًا بجد، ما كنتش أتخيل إنها تطلع بالطعمة دي. يا ريت تجربوها يا بنات، وصفة حلوة جدًا. يالّا يا ريت تعملوا لها لايك. تبقى شكلها كده يا بنات. هنا أنا جبت صينية وفردت عليها كيس تلاجة وبدأت أحط عليها قطع كده. طبعًا دي جميلة يا بنات، مش عايزة أقول لكم إن ال4 بطاطس ده عمل معايا كمية كبيرة. طبعًا ممكن تعمليها بقى عندِك كده وتفرّزيها، تطلّعيها في أي وقت على التحمير، جميلة جدًا. دي يا بنات بقى لو عايزة طبقة سميكة أكتر من كده ممكن برضه بعد ما تعمليها في الخليط الاقتصادي ده وتحطها في الكريبس، ممكن تعملي طبقة تانية ترجعيها الكريبس تاني وتحطي لها طبقة مقرمشة تاني، بحيث إن يدّيك طبقة كبيرة ومقرمشة جدًا. بس أنا اكتفيت بقى بالطبقة دي، كانت جميلة جدًا ومقرمشة معايا، وهاوريكم شكلها في الآخر. كمّلي معايا الفيديو وأنتِ تشوفي شكلها للنهاية بالشكل ده كده يا بنات. طبعًا دي طريقة موفّرة جدًا يا بنات وحلوة جدًا بديل البانيه، جميلة جدًا. عايزة أقول لكم كان طعمها روعة، روعة، روعة. يا ريت تجرّبوها.
بالشكل ده كده يا بنات. هابدأ بقى أملى الصينية وأحطها نبدأ كده بالشكل ده كده مع بعض. هابدأ بقى أحطها في الفريزر يا بنات كده حوالي ساعة بالضبط، وأبدأ أحمّرها بقى على زيت سخن جدًا، لازم تسخّن الزيت يا بنات. طبعًا دي الكمية اللي أنا لسه هاعملها، عايزة أقول لكم إنها عملت معايا كمية جميلة، وحطيت منها في الفريزر وفرّزتها. هابدأ أحطها بقى في الفريزر كده مع بعض ساعة، ساعة بالضبط يا بنات تكون متماسكة كده وحلوة بالشكل ده كده. أهي يا بنات شايفين الشكل بتاعها، هابدأ بقى أحمّرها كده مع بعض. طبعًا يا بنات شوفوا طلعت معايا بالشكل ده، مش عايزة أقول لكم كان طعمها وريحتها وأنا باقليها أكني باعمل البانيه بالضبط، بالشكل ده كده. كانت جميلة يا بنات، يا ريت تجربوها بجد، أنا ما كنتش متخيلة طعمها. شايفين الطبقة يا بنات على البطاطس عاملة إزاي؟ ده بقى البانيه الكداب يا بنات. إيه رأيكم فيه؟ يا ريت تجربوها يا بنات، ويا ريت الوصفة تعجبكم. مش عايزة أقول لكم أنا عملت طبق وقعدت آكل فيه وأنا باقرا كومنتاتكم الجميلة وتعليقاتكم العسل، ما اتحرمش منكم أبدًا. ويا ريت تجربوا الوصفة دي وهتعجبكم جدًا، جدًا. طبعًا بقى ممكن تقدّميها مع عيش فينو، أنا عملت ساندوتشات كده بعيش فينو، حطيت خس وطماطم والبطاطس بالشكل ده كده، ساندوتشات فينو أو ممكن عيش بلدي، جميلة جدًا. وعايزة أقول لكم كان طعمها جميل أوي بالخس والطماطم في الساندوتشات. ممكن برضه تحط عليها كاتشب، أنا ما كانش متوفر عندي كاتشب. يا ريت تجربوها وهتعجبكم جدًا يا بنات، والسلام عليكم ورحمة الله